الله السي رئيس جمعيه مولاي عزوج جوج واحد. انا ممثل ديال هاد الناس هادو في هذا الملف هذا منذ زمان. المهم حنا باش ندخلوا نعطوا المفيد المختصر في هذا الملف، لانه دابا مقبل ان شاء الله شهر رمضان. هاد الناس راه مكرفصين وعطاج ما كتصورش. درنا مراسلات، الاولى استقبلنا السيد الكاتب العام، دام انا جلسه الملف ديالنا ما قال لك غادي نناقشوا مع السيد الباشا والسيد القائد. فعلا من بعد ما توصلنا بوالو. درنا ثاني مراسله اخرى اللي هي كانت اللي فيها البند الاول تنفيذ تعليمات صاحب الجلاله، ثانيا الاختلالات يعني وضحنا فيها كل شيء في المراسله. الوقفه الاولى اللي جينا هنايا جات عندنا السيد الباشا وقال لك لا اشنو هو المشكل عندكم؟ قلت له المشكل عندنا السيد الباشا هو الاختلالات اللي كاينه في الدوار مولاي عزوز اللي عنده عقد من الزمان تقريبا 1956 وهو كاين هذاك الدوار. وللاسف تعوضوا ناس لا ما عرفنا ما عمرنا شفناهم في القرى، تعوضوا ناس في بقعه يعني 50 ديال الاسر تقريبا تعوضوا ما يستاهلوش، وتقصت هاد 60 واحد. هذوك الناس دخلاء على الدوار ما تعرفوهمش وداروا سميتو، وكاين منهم اللي استاف في التواليت، وكاين منهم استاف في حمامات كي نقول بالدارجه. وحنا ارتئينا اننا نراسلوا وزير الداخليه، راه هاد الشكايه عندنا، راسلنا وزير الفتح تحقيق في هذا الملف هذا، واللي كان مسؤول يتحمل مسؤوليته. وحنا كي تنقولوا لهم وباقي تنقولوا لهم انكم تنفذوا التعليمات الملك، نفذوا التعليمات. حنا الراي ديال صاحب الجلاله، صاحب الجلاله قال بالحرف في الخطاب الملكي ديالو، قال لهم ما يمكنش المواطن المغربي يلتجئ ليا كل ساعه، اللي بغى يخدم مرحبا يخدم. هذا لا يعقل انه انت ملف مطلبي مشروع السكن حق دستوري. هاد الناس هادو اش بتعطي من جيبك؟ انت بغيت تنفذ التعليمات كيعطي دوك الناس هادي الاختلال. وضح كل شيء، وضح الرؤيه ديال بزاف ديال الناس. انا ما تخدمش علاش انا بغيت نحرم واحد 60 اسره نحرمها ونجيب ناس اخرين يستافدوا. شكون مسؤول على هذا الشيء؟ اللي مسؤول يستافد يتحمل مسؤوليته. حنا طلبنا تحقيق، عندنا الرقم وراسلنا مراسلتين لوزير الداخليه باش يفتح تحقيق مع الناس العمران والناس الواصين على القطاع، وحتى الناس المسؤولين على راسهم السيد الباشا والسيد القائد يتحملوا مسؤوليتهم ويعطيو ديك الساعه جواب. حنا الان مقبل شهر رمضان، وهاد الناس هادو ريبوا لهم محلات حداهم وتسدوا لهم محلاتهم، والعقارب والحناش والصيف. وحنا معلم انا في منطقه سياحيه وفيها النخل، وللاسف راه الناس مكرفصه واحد التكرفصه الله اللي علم بها، مكرفصه مزيان. يعني لا يعقل الراجل مسؤول الى جا شاف بعينيه من باب اولى ملي جابوا يعوض الناس لقى حمام ما خصوش يعوضوا، خصو يدير التقرير ديالو. ما يعوضش واحد متر كاري، ما يعوضش حتى حمامت، ما يعوضش كوزينه ولا تواليت بوقع 60 متر ونطحنا عباد الله 60 ديال السكان نطحناهم. لا يعقل. اللهم انا هذا منكر. كنجدوا صاحب الجلاله على راسهم، صاحب الجلاله نصره الله يخليه لينا، والسيد الوالي السيده العمده اللي هي في القطاع ديال التعمير، انهم يلتفتوا لهذا الاختلالات هذا. وقس على ذلك ما دام مولاي عزوز جوج كاين اختلال فيه، غادي يولوا اختلالات في جميع مدينه مراكش. وحنا مقبلين تظاهرات وطنيه ودوليه تنطلب ان الناس المسؤوله تلتفت وتخدم الحكمه في المسائل ديالها وتنفذ تعليمات الملك. تعليمات واضحه، خدم. ما يمكنش يلتجئ المواطن ديما صاحب الجلاله لانه عنده شغلات اخرى مولين معنا بزاف الملفات. حنا تنطلبوا منه من الناس، من السيد الوالي والسيده العمده، انهم يشوفوا في هذا الملف هذا ويعودوا الناس عما قريب، لان احنا مناظرين شهر رمضان كله غادي نناضلوا وغادي نوقفوا يوميا الى عينا، غادي نوقفوا نهار ونستريحوا نهار ونعاودوا نجيو نوقفوا الى ان تحقق المطالب ديالنا ان شاء الله تعالى. عليكم خويا، حنا من ساكنه مولاي عزوز جوج مقاطعه النخيل الشمالي. حنا تحقرنا من طرف هاد الناس المسؤولين في واحد الدوار. المهم جانا التعويض في الدوار مولاي عزوز جوج وداروا لنا القرعه وقالوا لنا غادي الدوار كامل ان شاء الله غادي كلشي غادي يتعوض، وداروا لنا القرعه
بداو يهزوا ب 30 ب 40 حتى سال الدوار. تنتسناو حتى حنا نوبتنا بحالنا بحال الناس. فاش تنتصلوا بالناس المسؤولين تيقولوا لنا اختي باقي ما وصلتكمش النوبه، ملي توصلكم النوبه غادي نعيطوا لكم. تنتسناو حتى حنا نوبتنا توصل هاد النوبه عمرها ما وصلت لينا. في الاخر تنتفاجئوا هاد الفئه كامله اللي كتشوف هنايا جمعونا في واحد البلاصه وما يقولوا لينا نتوما غادي ندمجوكم جوج فساس. وحنا خويا ما يمكنش ندمجوا جوج فساس وعندنا محلاتنا بحال الناس اللي قبل منا. ووعدونا بالتزامات ببقعه ارضيه بالمحاميد في القومي ب 60 متر، وهاد الالتزامات عطوهم للناس خوتنا اللي تعوضوا ومشاو. نفس الالتزامات اللي عند الناس خوتنا عندنا حتى حنايا. فاش هضرنا معاهم وقلنا معاهم هاد الالتزامات اللي عطاتو الناس خوتنا راه عندنا حتى حنايا، قال لك هاد الالتزامات ما واكلين لكم والو، سيروا طلعوا بهم للمحكمه. وكيفاش حنا بغينا نطلعوا بهاد الالتزامات للمحكمه وحنا عندنا محلاتنا بحالنا بحال الناس؟ هادشي اللي بغينا نعرفوا. تنطالبوا حقنا من الناس المسؤولين يعطونا بحالنا بحال الناس خوتنا. وكاينين الناس اللي ما تنعرفوهمش وما عمرناهم شفناهم تصبحوا تيتريبوا. وكاينين اللي تعوض الطواليطات تعوضوا، حمامات تعوضوا، كاين اللي عنده متر كاري على متر كاري تعوض. وهاد الناس عندهم محلاتهم والسكان قدام وكل محل قدامه لوكار ديالو. وقالوا لينا سيروا هاد الالتزامات طلعوا بهم من المحكمه، يا اما غادي تندمجوا جوج فساس ولا الالتزام طلعوا به للمحكمه وداكشي اللي لبس لكم اللي خيط لكم غادي تلبسوه. اللي قال لنا هذا القرار هو السيد القائد، هو اللي جا عندنا وقال لنا غادي ندمجوكم جوج فساس. وهذا الاندماج حنايا ما قابلينش، يعطونا بحالنا بحال الناس خوتنا. وقال لنا داكشي اللي خيط عليكم غادي تلبسوه. يعني ما عطاناش، يعني ما يمكنش نتوما تقولوا اشنو بغيتوا. داكشي اللي بغينا حنا هو اللي غادي ديروا نتوما. وحنا عندنا التزامات مسينيناهم في المقاطعه بالكاليزاسيون بكلشي بان بقعه ارضيه ب 60 متر في المحامد. وهذا الالتزام اللي عندنا عند الناس خوتنا اللي مشاو وتعوضوا ببقعهم ارضيه. حتى حنا هذا الالتزام عاطيينو لينا. فاش جينا هضرنا على حقنا قال لك هذا الالتزام ما واكل لكم والو، سيروا طلعوا به للمحكمه. وحنا خويا عندنا محلاتنا بحالنا بحال الناس والسكان قدام. حنا تنطالبوا بفتح تحقيق في هذا الشيء اللي داروا لنا هاد الناس المسؤولين، حيت كاينين طواليطات تعوضوا وحمامات تعوضوا وكاين اللي متر كاري على متر كاري وتعوض. وحنايا تنطالبوا بفتح تحقيق في هذا الملف هذا. يجي شي لجنه ولا يجيو يشوفوا محلاتنا ويشوفوا الناس. وهذا الشيء عندنا ادله وتصاور وفيديوهات على هذا الشيء اللي تعوض. وتناشدوا جلاله الملك والسيده الوزيره والسيد الوالي باش يشوفوا من الحاله ديالنا ويشوفوا اعاده النظر في هذا الملف هذا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.